فاكرين سنة 2005 دي كانت أول مرة الأهلي يروح كأس العالم للأندية في اليابان، وقتها الأهلي كان في قمة مجده، جيل ذهبي محدش يقدر ينساه، كنا محققين 55 ماتش من غير هزيمة قبل ما نسافر، والآمال كانت متعلقة بينا للسما، وكلنا كنا بنحلم إننا نوصل النهائي ونلاعب ليفربول. تعالى أحكي لك عن أجواء الماتش الأول اللي ممكن يكون كتير مننا حضروا. الماتش الأول كان يوم حد الصبح بدري بتوقيت مصر، فتلاقينا بنهرب من المدرسة وناس تسيب الشغل عشان تشوف الماتش، والقهوة كانت بتتجهز من الفجر، والكورس انا فاكر انه كان ب2 جنيه عشان القنوات كانت مشفره، فانا كنت ساعتها مش واعي قوي، بس ما احسش ان ده مجرد تشجيع، دي حاجه كده تحسها في كل كيانك. ساعتها للاسف خسرنا من اتحاد جده السعودي 1-0، وبعدها من سيدني الاسترالي 2-1، وطلعنا المركز السادس والاخير. كانت صدمه كبيره لينا كلنا، بس كانت صدمه لابد منها، ودرس بعدها علمنا ان العالميه دي حاجه تانية خالص ومحتاجه استعداد مختلف تماما. وبعد سنه واحده الاهلي بيرجع تاني لكاس العالم للانديه، المره دي الدوافع كانت اقوى بكتير. فاكرين انتوا بقى جول ابو تريكه التاريخي في الصفاقس التونسي في الثواني الاخيره؟ الجول ده اصلا هو اللي رجعنا للمونديال. يجي الاهلي في 2006 ويقدر يحقق انجاز تاريخي، وقتها كسبنا كلوب امريكا المكسيك 2-1 بجونين لابو تريكه، واخدنا الميداليه البرونزيه، ودي كانت اول ميداليه افريقيه وعربيه في تاريخ البطوله. والفيفا وقتها كافئتنا ب 2.5 مليون دولار، وقتها كان مبلغ كبير جدا وساعد النادي كتير جدا. في 2008 الأهلي كان كسبان 2-0 قدام باتشوكا المكسيكي، بس خسرنا 4-2 في الآخر. وبعدين نروح ل 2012 اللي شاركنا فيها وبرضه ما توفقناش، وبعدين تيجي 2013 ودي كانت أسوأ مشاركة يعتبر في تاريخنا، خسرنا وقتها 5-1 من مونتيري المكسيكي. بس زي ما تقول كده الأهلي بيتعلم من أخطائه، الأهلي يرجع بقوة في السنين الأخيرة ويحقق 3 برونزيات ورا بعض في 2020 و2021 و2023. فاكرين انتوا لما كسبنا الهلال السعودي 4-0؟ ده كان اكبر فوز لينا في تاريخ البطولة. انا بحكي لك ده كله بس عشان افهمك ان النادي الاهلي ده مش مجرد نادي كورة، دي مؤسسة كبيرة بتعرف تدير فلوسها صح. وطبعا ادينا مشاركين في 2025. الحقيقة يمكن انا واحد مش متابع الكورة جدا، ولكن لما رجعت اتفرج على الاهلي قدام باتشوكا اتفاجأت ان في لعيبة كتير جدا ولا تقول انه منتخب مصر. استغربت جدا ازاي اللعيبة دي بالفلوس دي كلها موجودة جوه النادي. قلت طب ما تيجي ندور شوية ازاي الاهلي بيعرف يجيب فلوس يعرف يجيب بيها اللعيبة دي كلها. فتعالى بقى اخدك في رحلة معايا كده ونشوف الموضوع بيمشي ازاي. اول حاجة يا سيدي هي بيع اللعيبة. الاهلي في الفترة اللي فاتت قدر يدخل خزينة النادي مبالغ كويسة جدا من بيع واعارة بعض اللعيبة، والفلوس دي طبعا مش بتروح في الهواء، دي بتتحط في خطة عشان نجيب بيها لعيبة تانية اقوى وافيد للفريق. وتاني نقطة مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية. فاكرين لما الأهلي جاب البرونزية في 2006؟ وقتها دخل النادي 2.5 مليون دولار، وبعدين كررنا الإنجاز ده 3 مرات كمان في 2020 و2021 و2023، وكل مرة كنا بناخد نفس المبلغ، يعني 10 مليون دولار دخلوا خزينة النادي من البرونزيات دي لوحدها. وبما اننا جبنا جوائز كاس العالم للانديه، فكاس العالم السنه دي بتاع 2025 بالنظام الجديد، فالفيفا مخصصه ميزانيه ضخمه جدا للبطوله دي وهي مليار دولار، والاهلي لوحده ضامن 9.5 مليون دولار لمجرد المشاركه بس. تخيلوا بقى الرقم ده، غير مكافآت الفوز في دور المجموعات اللي ممكن توصل ل 2 مليون دولار لكل ماتش، ولو كسبنا البطوله كلها ممكن نوصل 125 مليون دولار. يعني المونديال ده بقى كنز حقيقي لاي نادي، والاهلي بيحاول يستفيد منه باقصى استفاده. تعال بقى نروح في عقود الرعايه. اسم الاهلي لوحده بقى علامه تجاريه عالميه، وده مخلي شركات عالميه ومحليه تتسابق عشان ترعى النادي. وفي الفتره اللي فاتت الاهلي يقدر يعمل عقود رعايه تاريخيه بمعنى الكلمه، يعني في عروض رعايه لقميص الفريق وقميص التدريبات في المونديال بس، قيمتها بتتراوح بين 200 ل 300 مليون جنيه مصري، وإدارة الأهلي بتحاول توصلهم ل 500 مليون. وال 500 مليون دول ممكن تكون أرقام تقريبية كده، ولكن قابلة للزيادة وليست للنقصان. فالفلوس دي كلها بتدخل عشان يقدروا يصرفوا على الفريق ويجيبوا لعيبة على أعلى مستوى ويطوروا البنية التحتية للنادي. زائد إن الأهلي كمان محضر جدا لكأس العالم دوت عن طريق إن هو عامل تدعيم لكل الخطوط بتاعته. يعني هتلاقي عندك أشرف داري، وهتلاقي جراديشار، وهتلاقي يوسف أيمن، وهتلاقي تريزيجيه، وهتلاقي بن شرقي، وهتلاقي زيزو آخر واحد من المنضمين للنادي الأهلي. وكل اللي أنا بقوله لك ده يبين إن الأهلي قرر إنه بجانب إن هو فريق أصلا جماهيري في مصر، إن هو كمان يبقى فريق استثماري. تحس إن مجموعة مستثمرين كده بدأوا يخشوا الأهلي وبدأوا يفكروا إزاي يدوروا اللعبة صح، وده طبعا لقينا نتيجته في السنين اللي فاتت ديت إدارة قوية جدا وعارفة تاخد حقها، وبجانب ده كمية اللعيبة الكتير جدا اللي أنت فعلا لما تبص على النادي الأهلي تحس إنه منتخب مصر. وطبعا زي ما إحنا شايفين إحنا مشاركين أهو في كأس العالم، فأنا بقى
بقى محتاج منكم حاجة إن أنتم تقولوا لي توقعاتكم إن شاء الله للنادي الأهلي هيعمل إيه في كأس العالم ده، ومتوقعين كده مين اللي يبقى نجم الفريق، خصوصًا إن إحنا عندنا ما شاء الله كوكبة من النجوم. ولو وصلت لحد هنا بقى يا صديقي ما تنساش تعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل اللي أنا بانزّله في الأوقات الجاية، وخلّي بالك يا صديقي اللايك بتاعك دوّة والفولو اللي أنت بتعمله بيدعمني جدًا إن أنا أستمر. أشكرك وأشوفك تاني على خير. سلام عليكم.